من فترة مش كبيرة قوي جالي الكتاب ده هدية من حد عزيز عليا. يعني العنوان بتاعه كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا. ركزت في الصورة اللي فوق، لقيت ان البنت بتحضن البنت اللي هي شايفاها في المراية، يعني بتحضن نفسها. يعني معنى الكتاب كن انت الشخص الذي يجعلك سعيدا. ودي كانت النقطة، ان السعادة نسبية واحنا اللي بنقدر نخلقها. الكتاب كان عنوانه مبهر بالنسبة لي، مبهر لان هو جالي في فترة أنا كنت وصلت للنقطة دي جدا. يعني مش صح إن احنا نبني سعادتنا على وجود شخص في حياتنا، روحنا أو جينا صاحبنا عرفنا اتعاملنا. فالسعادة نابعة من جوانا احنا، واحنا اللي بنقدر نعملها. نربطها بأشخاص موجودين في حياتنا، ما ينفعش نربطها بأماكن، ما ينفعش نربطها بأي حاجة غير نفسك. البني آدم هو الوحيد القادر إن هو يكمل لقدام، هو قادر ان هو يعدي الابتلاءات والقصص والحكايات اللي بتعدي بيه. مين فينا اصلا يعني ما عندهاش عليه ايام كتيرة بينام بيبقى متخيل ان هو لا انا مش هقدر اصحى بكره، لا انا ازاي هعدي الموقف ده، لا الدنيا خلاص وقفت على كده، لا ايه المصيبه دي، لا 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 لا. فبنلاقي فجاه ان احنا بنصحى، يعني بنصحى وبنكمل. كل حاجه بتسيب اثر جوانا وبتسيب وجع، بس احنا اللي بنقدر نتغلب على ده. بنقدر نتغلب بمعنى ان احنا مش بننسى، مفيش حاجه بتتنسي، ومفيش حد يقدر يقولك ان انت تقدر تنسى حاجه بتعدي عليك، او حاجه عدت في ماضي او حاضر او جايه. يعني انا اكيد مش هنساها، يعني اكيد مش هنسى اي حاجه بتحصل. بس الفكره ان احنا بنقدر نتخطى دي بمعنى ايه؟ ان انا بتعلم من الدرس اللي بيحصل. احنا في دنيا، والدنيا دار شقاء. يعني الدنيا اصلا كل بني ادم مبتلى، يعني معروفة احنا موجودين في الدنيا عشان ان احنا بنتعرض لحاجات كل يوم والتاني بتعلمنا. ولو ما تعرضتش لده انا مش هتعلم. يعني لو ما كانش عدى بيا اللي عدى او المواقف الوحشة اللي عدت مش هتعلم، مش هفهم. لازم يعدي بيا الوحش عشان اقدر افهم معنى الحلو، لازم يعدي بيا الوحش عشان اقدر اتعلم القدام، لازم يعدي بيا عشان اقدر اشوف ربنا هو الصاحب، ربنا هو الدايم، ربنا هو اللي معاك طول الوقت، هو اللي هينفعك. الاشخاص اللي في حياتنا محدودين، كلهم ليهم ادوار. مفيش حد هيكمل في حياتك طول الوقت، عشان احنا في دنيا، احنا مش في جنة. مفيش حد خالد فيها، لا احنا كلنا لينا وقت وهنروح. احنا في دار ابتلاء، يعني طول الوقت الواحد بيعدي عليه حزن، بيعدي عليه سعادة، بيعدي عليه مواقف، بيعدي عليه حاجات توقفه وحاجات ما تخلوش يقدر يكمل لبكرة. لو اعتبرتوا ان ده كلام بديهيات او ان ده كلام بيتقال كتير، عايزه اقول نقطه يمكن انا بس جربتها، فرقت معايا كتير، وبجد نفسي كل الناس تعرفه. يا جماعة حافظوا على صلاة الفجر. صلاة الفجر أو ترتيب يومك صح بيبتدي من صلاة الفجر. حافظ على ان يومك يبتدي بدري، حافظ على ان انت تنام بدري. انا بتكلم وبقول الكلمتين دولت مش مجرد ان انا سمعتهم او حد حكاهم لي او حاجة، لا انا في التجربة دي بقالي حوالي 6-7 شهور. بجد حرفيا حياة البني ادم بتتغير لما بيبتدي يومه من صلاة الفجر. حرفيا حياته بتتغير، مش معنى ان هو مش هيحصل فيها حاجة وحشة او هيبقى من اسعد الناس او نصحى بدري، بنصلي الفجر، بنقول اذكارنا، بندي ساعة روحانية كده مع ربنا لوحدنا، بنحكي فيها اللي حاصل. يا رب حصل كذا كذا كذا، يا رب خليك معايا، يا رب. عارفين اللي هي المديتيشن، ويا جماعة اعملوا يوجا وشوية صفاء مع النفس، واقعد مع نفسك شوية ومش عارف ايه وبتاع. لما بنعمل كده، لما بنصحى وبنعمل الجزئية دي في أول يومنا بعيدا بقى عن الموبايل والنت واللي حاصل واللي كان وبتاع، الموضوع بيفرق حرفيا. تحس ان انت عندك نشاط مش طبيعي، مش طبيعي. طبعا بما انك نايم طبعا طول الليل وجسمك مرتاح وفايق، تبتدي تخلص الموضوع ده، يعدي عليك مثلا ساعة كده مع ربنا، تبتدي بعد الساعة دي تلاقي نفسك ايه، عندك نشاط كده وقوة. تبتدي بقى تشوف مشغولياتك، اللي هيروح الشغل يروح، اللي هيشوف اللي وراه يعمله. يجي عليك الظهر اصلا اللي هو تلاقي نفسك انا عشت يوم تاني، تكون الناس لسه بتبتدي تصحى وانت خلصت الف حاجة. بيبتدي عندك وقت ودماغك شغالة ومركز، وفي حياة تانية بتحصل.
انت حرفيا بتعيش يومين 3 في اليوم. الشويه اللي انت اصلا انت بتسهر ليه؟ يعني اسال نفسك، هو انت بتسهر ليه؟ كلنا بنسهر، نمسك الموبايل نفضل نقلب فيه، نعيد حاجات قديمه وحصل وكان والدنيا والفضا وخلاص الدنيا انتهت بيا وانا، وكل احزانك بقى واكتئاباتك وكل حاجه ايه تتجمع مع بعض. طيب الشويه دول عيشهم الصبح، يعني الشويه اللي انت بتقعدهم بالليل دول عيشهم الصبح. بس صدقني ما بيبقوش كده خالص خالص خالص، ما بيبقوش كده، ما بيبقوش فيهم اي كآبة. سبحانه، يعني سبحانه بجد. يعني هو انت لما بتصحى اصلا وتكون صليت الفجر بيبقى عندك هدوء وسكينة مش طبيعيين. الناس كلها نايمة وانت صاحي ورايق وعايش يومك كده، اللي هو يا رب انت معايا، يعني هو انا مسلم امري لله، واللي يحصل يحصل واللي يكون يكون، انا متقبل. حتى لما بيحصل حاجة وحشة في اليوم سبحان الله، يعني بجد نسبة تقبل البني آدم للموضوع بتبقى أهدى ياما، أهدى كتير. اللي هو إيه، لا ربنا معايا، لا وانا لو مت خلاص انا في ذمة الله. يعني اللي هو بيبقى عندك تقبل مش طبيعي للدنيا. السعادة بتساوي التقبل. يعني ايه نتقبل؟ يعني نتقبل الواقع، يعني نرضى باللي بيحصل. نرضى ليه؟ عشان احنا في دنيا، احنا مش في جنة. احنا نرضى ليه؟ عشان احنا خلاص ده الواقع بتاعنا، احنا ما بنقدرش نغير حاجة. اللي بيحصل بيحصل، سواء غلط سواء ابتلاءات سواء مصائب سواء كل حاجة مش بإيدينا، ربنا اللي بإيده كل حاجة. التقبل بقى بيجي منين؟ يا جماعة ناموا بدري، يا جماعة اصحوا بدري، يا جماعة صلوا الفجر وقولوا أذكاركم وابتدوا يومكم صح. ابتدي يومك صح، كل حاجة في حياتك هتتغير. ده مش معناه ان مفيش حاجة وحشة هتحصل، لا، ما هي لازم تحصل عشان احنا في دنيا، هي لازم تحصل عشان احنا في دنيا. المديتيشن وبتوع السلام النفسي والكوتش لايف كوتش والناس دي كلها بيقولك يا جماعة اقعدوا مع نفسكم، يعني اعمل مديتيشن كده واقعد مع نفسك واتكلم مع نفسك. بسيطة جدا، افرش سجادتك واتكلم مع ربنا، اتكلم مع ربنا، قول له كل حاجة، خلي ربنا هو الصاحب. فلازم تتقبل حتة ايه، ان هو كل البني ادمين اللي في حياتي مش هيفضلوا طول الوقت معايا، ان هو اللي بيحصل ده لازم يحصل عشان نتعلم منه. واي حاجة بتعدي علينا بتعدي لسبب، ودي حاجة خليك متأكد منها. وصدقني لو ركزت في كل حاجة عدت عليك هتلاقي ان كل حاجة عدت كان فيها حاجة غيرتك، كان فيها حاجة علمتك، كان فيها حاجة جابتك لقدام، بس انت مش فاهم. ربنا بس هو اللي بيبقى عارف الحكمة من الموضوع. فدايما لما بيحصل لك حاجة وحشة احنا بنعمل ايه؟ بنسقط بقى على الموضوع، وانا متضايق وازاي وليه يا رب وبتاع. لا لا، انا متقبل يا رب، انا راضي. ارضى ارضى، كل ما بترضى كل ما الحياة بتمشي لقدام، كل ما بترضى كل ما قدام بتاخد بالك ان في حاجة كان ربنا عاملها لسبب في الموضوع ده، ان الحاجة اللي حصلت ديت حصلت عشان انا اعرف الحاجة الفلانية، ان مثلا الشخص اللي بعد عني ده بعد عني عشان في حاجة تانية هتحصل، عشان في حاجة مثلا انا ليا نصيب فيها تانية، ان مثلا الحاجة الوحشة اللي حصلت لي دي عشان اتعلم منها حاجة. اتعلم الدرس، اتعلم الدرس، بص للي جوه الموضوع مش من الموضوع من بره. بص هو ليه ربنا عمل الموضوع ده، هو ليه الموضوع ده حصل. فبني ادم عن بني ادم بيفرق. يعني مثلا في بني ادم تشوفه طول الوقت مبسوط وبيضحك، وايه هو ايه ده انت ما عندكش هموم وانت الدنيا ماشيه معاك زي الفل وبتاع. لا على فكره، اوعك تصدق ان في حد اصلا حياته طول الوقت كويسه. كلنا بنعدي بحاجات وحشه وكلنا بنعدي حاجات حلوه، وبنتعلم الدرس. اتعلموا الدرس وافهموا، اتعلموا الدرس وافهموا ان كل اللي بيحصل ليه مغزى من عند ربنا. كل حاجه وحشه بتحصل لنا حاصله لسبب، حاصله عشان نتعلم منها حاجه، حاصله عشان جواها درس. تقبل. التقبل والرضا هو اساس كل حاجه. ارضى وتقبل. ابتدي يومكم صح، ناموا بدري، والله العظيم ناموا بدري. يعني قد تبدو الكلمه للبعض اللي هو ايه ناموا بدري دي، يعني هو انا لما انام بدري الدنيا هتتحل؟ هتتحل من ناحيه ايه؟ هي مش هتحل المشكله، هي هتحل المشكله مع نفسك انت. هتحل حته اللي هو السخط على اللي بيحصل، اللي هو افضل طول الوقت متضايق، هو ده اللي بيحصل وانا ليه حصل لي كده، انا لا، احنا بنبقى متقبلين. احلى حاجه يا رب انا ما فيش في ايديا حاجه، يا رب انا متقبل كل اللي بيحصل، يا رب انا مش عارف حكمتك من اللي بيحصل، بس هو اكيد في حاجه كويسه هتحصل. انا
عندي يقين ان انت شايل الاحسن. ودايما تخلي فيه يقين ان كل حاجة وحشة حصلت لك فيها حاجة حلوة. جملة كده وبروزها في حياتك. يا جماعة صلوا الفجر، صلوا الفجر بجد. يعني تحس ان انت مخنوق ومتضايق والدنيا جاية عليك وحصل وكان وبتاع، كلمتين خليك دايما فاهمهم. امشي لقدام مهما حصل، امشي لقدام. الدنيا مكملة واحنا مكملين، والعمر بيعدي والايام بتعدي. اي حاجة بتحصل صعبة او تقيلة على قلبنا او دي كلها مقدرات. مطلوب مننا ان احنا نعيش ونجرب ونتعلم ونغلط ونشوف. مطلوب مننا كده عشان احنا عباد. يعني احنا مش موجودين في الدنيا عشان بس نبقى مبسوطين. مفيش حاجة اسمها ان انا افضل مبسوط طول الوقت. مفيش حاجة اسمها ان مرحلة ان انا افضل طول الوقت ان انا مبسوط فيها. مفيش حاجة اسمها ان دي احلى مرحلة في حياتي. مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها انا بقدر اخلق اليوم الحلو في حياتي حتى لو حصل فيه حاجة وحشة. نكمل بعدين.